يسعد اوقاتكم يا رب، واهلا مرحبا فيكم بقناتي بيك كيك مع زوزان. اليوم وصفتنا مميزة كتير واللي هي العجينة السحرية. طبعا هي سحرية لانها تستخدم لكل الوصفات، ان كان للخبز، للبيتزا، لحم بعجين، شامبورك والفطاير وغيرهم كتير. طبعا مكونات بسيطة كتير، عبارة عن حليب، زيت، ملح، طحين، نشا، سكر، واكيد خميرة فورية ناعمة. طبعا المي لازم يكون دافي مو سخن، دافي انه تحطي اصبعتك بتحسي بدفى، بس اصبعتك ما بيحترق. تمام. الكاسة نحطها. هاي الخميرة بدنا تقريبا ملعقتين صغار. هلا هذا الظرف مناسب كتير، تقريبا ملعقتين، 7 جرام. تمام. نحطها. والسكر عندي مكعبات، مو السكر الناعم، فمو مشكلة طالما راح يذوب. كمان راح احط تقريب ملعقة كبيرة ممسوحة، يعني قطعتين من السكر كمان، وبنحركهم سوا هلا لحتى يذوب الخميرة والسكر. تمام. هلا راح اضيف الحليب، كمان كاسة مي وكاسة حليب. راح اضيف نص كاسة زيت كمان. هلا وقت النشا كمان راح احط ملعقة صغيرة ممسوحة، مو كتير، هيك منيح. كمان بحركها ليدوب. طب واخيرا بنحط الطحين. انا بحب اضيف لها شوي شوي بحركها بالاول. واعجنهم منيح. طبعا العجن بيكون بهالشكل وهيك، مو مثل ما متعودين هيك. طبعا بتضلوا تعجنوه ليصير سطحه املس، يعني بيكون كتير ناعم، مو هيك. هلا هيك مجعد شوي. واذا حابين برشوا شوي طحين مشان تاخدوا راحتكم كمان بالعجن، مو مشكلة. بس انا ما بدي اضيف طحين مشان ما يخسى العجين، يعني انه ما بيلتزق خلص. بغرفها بكيس. بتركها تقريبا ساعة ونص، ساعتين، وبنرجع لكم ان شاء الله بعدها. وهي بعد ساعتين من التخمير العجينة شوفوا كيف نفت. اوكي. وكيف بعمل هالاشكال؟ اول شي بدهن ايدي بشوية زيت. تمام. باخد شوي من العجين حسب الحجم اللي بدي اياه. اوكي. هلا باخد اطراف العجين وبمدها هيك، بحطه، بعرف اذا ببين، بحط على ورق الزبدة بهالشكل وبمدها شي بسيط، بفتح مثل ما كاني عم بفتحهم، كاني عم بفرشهم هيك، شي بسيط. لا تضغطوا كتير على العجينة. بعدين بإصبعي بعمل أشكال بهالشكل. هاد تدهنوا ايدكم شوية زيت، تاخدوا قسم من العجين، يعني حسب حجم اللي بدكم اياه. تمام. باخدهم كلهم على النص على الاطراف، بحطهم على الارضية بهالشكل،
وبلش بلف النص بهالشكل. اوكي نحط هون بس شوية ضغطة صغيرة بالشكل. شعلت الفرن من تحت بس بالاول حرارة 250 على حرارة، وبحط الصينية من تحت بالاول بس ليصير لونهم ذهبي من تحت، برفعهم لفوق بطفي من تحت بشعل من فوق. تمام ليسمر من فوق بقى. لازم كل شوي تنتبهوا عليه من تحت اذا استوى او لا. شوف اخذ لون، شايفين؟ هلا بنطلعه لفوق، بنطفي من تحت، بنشعل بس من فوق. تمام ونعلي الصينية هي لفوق. طلعناه من الفرن ومحلاهم. طبعا اول ما تطلعوه من الفرن لازم ضروري ترشوه بشوية مي عادي يعني اكيد عشان يحافظ على طراوته. اذا عندكم بخاخ المي كمان عالسريع بختين عليه عشان نضيفه اكيد. وبحط زيت هون دوري هالخبز تحطوه بين القماش وتغطوه بهالشكل. تمام بس ليبرد بتحطوه بكيس. شايفين؟ كتير طري لذيذ. كتير لذيذ، جربوه رح تدعولي كتير. طبعا فيكن تفرزوه باكياس تحطوه بالثلاجة او بالفريزر، وبعدين بتسخنوه ان كان بالفرن او بالميكروويف يطلع طري وطازة مثل الاول.